بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشتوني جدا جدا. وصفة النهاردة بقى سهلة قوي وما بتاخدش دقايق معانا، وبتبقى جاهزة وطعمها حلو وكلنا بنحبها. الرز المعمر الحلو. كتير مننا بيعمل الحادق في العزومات وفي البرام في الفرن كده بيبقى خطير. النهاردة هنعمل الحلو واحنا بنعمله مع بعض كده. هقولك ازاي تعملي الحادق برضو بنفس الطريقة بس باختلاف مكون واحد بس. شايفين بس معايا كده الرز طالع من الفرن مفلفل ازاي؟ طعمه حلو، ريحته حلوة جدا، دسم. احنا ما بنعملوش كل يوم فحاطين فيه خير كتير قوي. الرزاية مفلفلة مش معجنة، احنا مش بنعمل رز بلبن. ده رز معمر لازم يبقى مفلفل كده وطعمه حلو وبيلمع وريحته خطيرة. هنشوف النهاردة مع بعض ازاي هنطلعه باللون الحلو والقوام الحلو ده، وازاي نخليه مفلفل كده ما يطلعش منك معجن خالص. وكمان بنفس الطريقة هنعمل ازاي الرز المعمر الحادق بالملح، وايه الفرق بينهم الاتنين. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. معايا هنا كمية من الرز الابيض المصري، الرز العادي بتاعنا، ما غسلتوش لسه. اول حاجة واهم حاجة هعاير بالكوباية في الصينية بتاعتي. انت هتعملي في برام او في طاجن في الفرن في صينية، اي حاجة هتعملي فيها لازم تعايري فيها الاول كمية الرز. احنا بنحط كمية رز نص الصينية اللي هنعمل فيها الرز المعمر، بنحط نصها رز وبنقلل شوية. انا عن نفسي بقلل شوية كمية الرز، بمعنى ان انا دلوقتي هحط في الصينيه بتاعتي حوالي 3 كوبايات من الرز المصري. الثلاث كوبايات دول وصلوا لحد نص الصينيه. كده يبقى الرز بتاعك هيبقى مظبوط، ما يبقاش انت حطيتي كميه رز كتير فيطلع ناشف معاكي، او تحط كميه رز قليله فيطلع معجن معاكي، او ما يبقاش بالنتيجه المرضيه ليكي. بص هنا انا حطيت الرز وبسويه وبشوف كميته في الصينية بالظبط هو نص الصينية، مع ان احنا ناخد بالنا ان احنا لازم نسيب حوالي 1 سنتي او 2 سنتي من فوق في الصينية للبن لما يغلي معانا ما يفرش من الصينية. ف بسيب حوالي 1 سنتي من فوق، وبشوف ان الرز بتاعي لازم يبقى لنص الصينية معايا. بعد ما قست الرز وعايرته خلاص وعرفت الكمية بتاعتي، لو هتعملي في اي صينية هتعملي فيها عايري بالطريقة دي قبل ما تغسلي الرز خالص. هاخد الرز بتاعي غسلته كويس قوي، وبعد كده بقى هبدأ احط له الخير اللي هنحطه عليه اللي هيخليه بالطعم الحلو ده. معايا هنا القشطة، ممكن قشطة معلبة او قشطة وش اللبن. انا بشيل قشطة وش اللبن وبستخدمها في الوصفات دي. حطيت حوالي 3 معالق كبار من القشطة. اتفضل معايا معلقه سبتها، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. ودي زبده فلاحي، انا مش مسيحاها. طبعا لو عندك متسيحه هتبقى حلوه برضو، انا بحبها مش متسيحه كده زي ما هي. حطيت حوالي برضو 3 معالق كبار. والثلاث كوبايات الرز اخدوا معايا كوبايه ونص من السكر. طبعا السكر حسب الرغبه، عايز السكر كتير عايز السكر قليل براحتك خالص. انا حطيت حوالي كوبايه ونص وسبت المعلقتين دول، انا كنت معايا كوبايتين في الطبق بتاعي. حطيت حوالي كوبايه ونص وسبت النص ده، وبعد ما اخلص خالص بدوقه كده، لو محتاج سكر احط بايدي بقى كده، وابدا اعجن في الرز والقشطه والسمنه. ابدا ابسه كده بايدي بحيث اخلي الرز يتشرب كل الزبده وكل القشطه بتاعتي، تبقى الرزايه مفلفله كده ومتشربه ومتغلفه بالماده الدهنيه بتاعتي. هتطلع حلوه جدا جدا. سبته كده حوالي 10 دقايق يتشرب بس من الزبدة ومن القشطة. وبعد كده جبت الصينية بتاعتي وفردته في الصينية. وبس كده هنبدأ بقى نحط عليه السوائل بتاعتنا. وفي الوقت ده انا مشغلة الفرن على 180. بصوا بقى هنا انا حطيت 3 كوبايات من الرز، هحط عليهم 3 كوبايات من اللبن. اللبن يكون مغلي على النار، يعني انا جبته من على النار وعيرت ال3 كوبايات وحطيتهم فوق الرز بتاعي، وزودت عليهم كوباية من المية ورشة فانيليا صغيرة، وقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا. هتقولي لي ليه ما حطيتيش ال4 كوبايات من اللبن؟ لان اللبن هيغلي معانا وهيفور في الفرن. ف3 كوبايات نفس كوباية اللي انا عيرت بيها الرز عيرت بيها اللبن، وزودت كوباية مية.
في الوقت بقى ده تقدري تدوقي الخليط بتاعك ده اللبن. لو محتاج سكر زودي، مش محتاج خلاص. ولو هتعملي الرز المعمر الحادق نفس الخطوات ونفس الطريقة، وهنستغنى عن خطوة السكر، وهتحطي معلقة ملح كبيرة او معلقتين كبار بس كده. انما هو نفس الطريقة. خلصت كده الصينيه بتاعتي، وبعد كده بقى فاكرين معلقه القشطه اللي انا شلتها في الاول، حطيتها على وش الصينيه بتاعتي، وكمان زودت معلقه كبيره من الزبده البلدي. انا بحبه مليان خير كده، والزبده بتاعته كتيره، وهو حلاوته في كده اصلا. دخلته الفرن بتاعي، وخليت الصاجه بتاعه الفرن على اول رف من تحت، بحيث يغلي معايا وياخد اللون ده. انا ما شغلتلوش الشوايه خالص، هو غلي معايا واخد اللون ده من غير شوايه خالص. قعد معايا حوالي نص ساعه في الفرن، وطلع معايا بالحلاوه والجمال ده. طبعا لو انت عاوزاه ياخد وش اكتر من كده ممكن تشغلي له الشوايه، انما هو كده بالنسبه لي مجرد ما غلي هديت النار شويه، بحيث ان انا اضمن ان الرز بتاعي يستوي. بيختم كده بقى، وبعد كده يبدأ الوش بتاعه يحمر. بصوا هنا ما شاء الله اللهم بارك، بعد ما طلع من الفرن كان طبعا لسه سخن. كل ما بيبرد وبيقعد بتقدري تقطعي منه بالخرطة كده، انما دلوقتي هو لسه سخن بيبقى مفلفل كده، وبيبقى طعمه حلو جدا جدا. لو وصلت معايا لحد هنا متنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة. متنسوش تجربوا وصفة النهاردة وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. وما تنسوش تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.